ليه فيلم الحريف ما نجحش في السينما؟ بالرغم ان الفيلم ده من احلى الافلام اللي عملها عادل امام، الا ان في ناس كتير ما بتحبش الفيلم ده وناس بتشوفه ممل. ومن رايي اللي ظلم الفيلم ده انه اتسوق له قبل ما ينزل في السينما ان عادل امام طالع بيلعب كوره، وطبعا عادل امام كان نجم الشباك وقتها والناس كلها متحمسه تشوف عادل امام وهو بيلعب كوره. كانت حاجه جديده على الناس وقتها عشان يكتشفوا ان اخر حاجه كان عايز يقولها الفيلم ده هي كوره. الفيلم ده كان اعمق من كده بكتير. تفتكر محمد خان كان يقصد ايه بكلمه الحريف دي؟ فارس حريف الكوره ولا فارس الحرفي اللي زي حرفيين كتير في مصر اللي ما يملكوش حاجة غير صحتهم في البلد دي؟ مشكلة فارس إنه مش قادر يستقر في حياته ولا عارف يبقى زوج أو أب ناجح، ونفسه بس في فرصة إنه يقدر ينجح وما يبقاش زي الكابتن المر اللي حياته ضاعت بسبب الكورة والسعي فيها. وفي اللقطة العبقرية دي وفارس بيبص لكابتن مر وكأنه شايف نفسه في المستقبل هيبقى عامل إزاي، وأنفاس فارس طول الفيلم وهو بيجري وكأنه في صراع مع الحياة وبيحاول يلحق عمره اللي بيجري قدامه ومش عارف يلحقه. مش هتلعب تاني يابا صحيح؟ خلاص يا بابا، زمن اللعب راح. فيلم عظيم والله.